أول ما نصحى الصبح مباشرة بنروح بناكل قطعة بسكوت أو حبة شوكولاتة مع فنجان القهوة أو مع إشي فيه سكريات. فعطول من أول ما نصحى الصبح مباشرة بيرتفع الجلوكوز، بيلحقوا الأنسولين علشان ينزله. نزل الجلوكوز عنا بعد ساعة ساعتين الجسم بده طاقة والأنسولين مرتفع. إذا كان الأنسولين مرتفع جسمنا ما بيقدر ياخذ طاقة من الدهون المخزنة عنا، فرح يطلب مرة تانية سكريات. فرح نروح احنا بعد ساعتين نجوع مرة تانية ويجي على بالنا ناكل شغلة بسيطة أو نشرب شغلة بسيطة فيها سكر، فبنرجع مرة تانية بناكل. فشو بصير؟ بيرتفع الجلوكوز مرة تانية، البنكرياس بفرز أنسولين، والأنسولين أصلا لسه ما طلعش من الجسم، فعشان هيك رجع مرة تانية الأنسولين ارتفع. وطول ما الأنسولين مرتفع طول ما الدهون بتتخزن. طول ما الأنسولين مرتفع طول ما الدهون بتتخزن. وين بتتخزن يا حزركم؟ بتتخزن في المناطق اللي انتم ما بتحبوها. بتتخزن في البطن، بتتخزن في الأرداف، بتتخزن تحت الإيدين.